السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأفضل حال. النهارده برضو هنكمل الفيديو او السلسلة او الحصة التانية من الحصص اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي حصص ودروس التأسيس في اللغة الإنجليزية إن شاء الله، لكل الأمهات اللي طلبتها مني أو أولياء الأمور أو الطلبة اللي تابعوني. مبسوطة جدا الحمد لله إن الفيديو الأولاني عجبكم. هنكمل بقى النهارده ان شاء الله مع بعض مش بقيه الحروف، هناخد جزء تاني من الحروف. بعتذر عشان انا اتاخرت عليكم يوم، بس والله سامحوني غصب عني لان انا تعبانه جدا، فالحمد لله رب العالمين يعني. فالنهارده باذن الله زي ما وعدتكم ان انا هنزل لكم الحلقه التانية، فكان لازم انزلها. تعالوا كده اول حاجه نشوف ونبدا بنعمل ريفيو كده بسرعه على اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. مين هيفكرني؟ the sound of letter A. صوت حرف ال A كان ايه؟ كان برافو. صوت حرف ال A كنا بنقول ايه؟ كنا بنعمل ايه في الحرف ده؟ كنا بنفتح بقنا. طب the sound of letter B كان ب. برافو. طب the sound of letter C، قلنا حرف السي ليه نطقين، نطق مع ايه ونطق مع ايه. حرف السي الشائع بتاعه اللي هو بيبقى ك. طيب بيتنطق سي، ايوه بيتنطق سي مع ايه؟ اذا جه بعد السي حرف من الحروف اللي جايه، الاي الاي الواي، لو جه بعد السي حرف من الحروف دي خلاص بيتنطق سي. تمام. بعد كده the sound of letter D ده. بعد كده the sound of letter E، قلنا ايه. واسمي الاي عندي في الانجليش يعني كسره، انا بالنسبه لي بسمي الاي كسره. بعد كده the sound of letter F، ف. تمام. the sound of letter G، قلنا الجي اللي لها بق بيضحك وشبهها، والسمول بتاعتها اللي هي شبه عصايه جده. نطقها ايه؟ خلوا بالكم الاسم حاجه والنطق حاجه. نطق الجي هنا جه، نطق الجي ايه؟ جه. ده الليتر اللي احنا وصلنا عنده المره اللي فاتت. تمام. ده الحرف اللي احنا وصلنا عنده المره اللي فاتت. بعد الجي هيجي بعد كده نمبر 8. بعد الجي هيجي نطق حرف الاتش، صح؟ حرف الاتش او مستر اتش. تمام. ليه نطق سهل جدا، هو اسمه اتش بس نطقه نطقه ايه؟ انا زي ما قلت لكم بكتب العربي ده لولي الامر علشان بيعرف يوصل المعلومه لابنه بطريقه كويسه. نطق حرف الاتش يبقى حرف الاتش سواء جه في الاول، جه في النص، جه ان شاء الله حتى في الاخر، بيبقى نطقه مش هتكلم دلوقتي عن الحروف اللي بتيجي مع حرف الاتش بتغير من النطق خالص، مش هتكلم عنها، انا بتكلم بس عن الحرف ده لوحده ان هو حرف الاتش نطقه تمام. زي لما اقول ايه كده، زي لما اقول ركزوا كده معايا. فتحت بقي عشان في حرف الايه، فتحت الايه الاتش فتحتها عشان جاي بعدها حرف الايه، قلت هات. يعني ايه؟ يعني قبعه او طاقيه. تمام. ممكن الاقي كلمه كمان اقولها حرف الاتش. طيب تمام، تعالوا كده نقرا مع بعض الكلمه دي. اقروا لي بس الحرفين دول، هن هي. هنكمل الحرف ده لما نيجي للصوت بتاعه كمان شويه. هي كلمه هن يعني دجاجه او فرخه. هرسم لكم فرخه كده على قدها بقى، معلش. تمام. خلينا متفقين ان حرف الاتش نطقه نطقه ايه؟ بعد كده هاجي على حرف نطق حرف الاي. حرف الاي كابيتال شكله كده وسمول شكله كده، سهل جدا وكلنا عارفينه. نطق حرف الاي سهل جدا وبسيط. حرف الاي انا بعامله معاملتين. المعامله الشائعه بتاعته او النطق الشائع بتاعه ان هو بيبقى اي مكسوره. ازاي؟ يعني بقول اي، يعني برضو ده بيكسر لي الكلمه، بيكسر الحرف اللي قبله ده لو جه في النص. طب في بعض الكلمات مش كلها ساعات بيجي فيها حرف الاي في الاول بيتنطق اي، زي كلمه ايه؟ زي كلمه ايس كريم. بصوا كده، ايس كريم، اي اللي هو حرف الاي، ايس كريم. تمام. طب ما هو ممكن يجي لي برضه في اول الكلمه ويتنطق ايه
ويتنطق ايه؟ اي، زي كلمة انك. انك. خلينا نرسم الايس كريم الاول اهو، زي كلمة انك. ليه ما قلتش اي؟ هي نطقه هنا اي، نطقه هنا ايه؟ اي، نطقه هنا زي الاي. بقى انك. انك يعني ايه؟ انك يعني حبر. تمام. ارسم لكم بقى الحبر بالحبارة بالريشة بتاعت زمان الجميلة دي. تمام. يبقى نطق حرف الاي هنا ايه الشائع بتاعه؟ اللي هو اي طويله شويه، اللي هي الكسره في الانجليزي. يبقى انا عندي نطقين. نطق حرف الاي بيتنطق اه، بس لو ركزنا في النطق هنلاقي حرف الاي بتاعته او الكسره بتاعته خفيفه عن حرف الاي. حرف الاي الكسره بتاعته بتبقى تقيله شويه في النطق. تمام. كل ده هيبان يا جماعه مع التدريب في الكلمات. بعد كده هننتقل لنطق حرف الجي. حرف الجي شبه ايدي الشمسيه. تمام كده، جي كابيتال وجي سمول. طيب حرف الجي نطقه ايه؟ نطقه ج. بصوا كده، الجيم اللي هي فيها 3 نقط جوه دي تبقى اسمها جيم معطشه، بتتنطق ج. ج. يبقى حرف الجي نطقه ج. محدش عايزين نفرق بين نطق حرف الجي اللي هو نطقه ج وحرف الجي اللي هو نطقه ج. 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 زي لما اقول جام. جام مربى. جام مربى. اهي مربى فراوله. جام مربى. تمام. زي لما اقول كمان جاكيت. جاكيت. يبقى الحرف اللي انا نطقت في هنا ايه؟ ده حرف ايه؟ الجي. ده حرف الجي. ننتقل للحرف اللي بعده وهو حرف الكي. نطق حرف الكي. كي كابيتال وكي سمول نفس الشكل، بس لما بنكتب على اللي هي الخطين بتوع الانجليش بيبقى ليهم كتابة مختلفة. الكي كابيتال والكي سمول. حرف الكي سهل جدا اسمه من نطقه او نطقه من اسمه. حرف الكي هنا النطق بتاعه يبقى ك. مين يقول لي متشابه مع حرف ايه؟ برافو عليكم، متشابه معايا مع حرف السي، عشان حرف السي مع اغلب الحروف بيتنطق ك. وعندي برضو حرف الكي نطقه ك. نطقه ايه؟ ك. repeat after me. قول ورايا ك. تمام. زي لما اقول كلمة ايه مثلا؟ زي لما اقول كلمة كايت. طيب هركز هنا على كلمة كايت. بصوا حرف الكي نطقه ازاي وحرف الاي نطقه ازاي. ك. ده حرف الكي. كاي اي ده حرف الاي. حرف الاي. كايت يعني ايه؟ يعني طيارة ورقية. نركز علشان في كذا نوع من انواع الطيارات. نعرف ابني ان كايت مش طياره وبس، لا، كايت طياره ورقيه. الطياره اللي بنلعب بيها في الصيف دي، عشان هيجي بعد كده انواع طيارات تانية. لما يطلع مثلا معاكي تالتة ابتدائي هتلاقيه اخد مثلا جيت. احنا ممكن نكتبها مع حرف الجي. جيت اللي هي الطائره النفاثه. طائره نفاثه مش طياره وبس. وفي كمان اللي هي بلين اللي هي الطياره بتاعت الركاب العاديه خالص. تمام. بس ده مش هيشغلني دلوقتي. كل اللي بيشغلني دلوقتي اعرفكم نطق حرف الكي. قلنا حرف الكي نطقه ك، زي ما بيجي في كلمه كايت. كايت. زي ما يجي كمان في نطق حرف كلمه، انا اسفه، كي يعني ايه؟ برافو، كي مفتاح. كي يعني ايه؟ مفتاح. تمام. يا رب الشرح يكون واضح وسهل عليكم. تمام. الا هو الشرح حلو وعجبكم اعملوا لايك. انا بقول لكم في الفيديو اعملوا لايك. طيب نوصل بعد كده للحرف اللي بعده. نطق اللي بعده ايه؟ حرف ال. حرف ال. ادي حرف ال اهو، هحطه لكم في دايره عشان كلنا نعرفه. شكله سهل جدا. حرف ال كابيتال اللي هي شكلها كده، لها رجل صغنونه كده اهي، والال سمول واحد. حرف ال اسمه او نطقه برضو من اسمه. ال يبقى الساوند بتاعه ل. مش له اللي انا بقولها له دي، لا. تمام.
يبقى the sound of letter L، صوت حرف ال L لا، صوت حرف ال L لا. تمام؟ زي لما نيجي نقول كلمة ايه؟ الكلمة الشائعة عندنا مثلا كلمة ليمون، ليمون، ل حرف ال ل حرف ال. ليه ما قلتش لا؟ عشان ما فيش بعده ايه. طب ليه بصوا تعالوا ننطقها ازاي. ليمون، لي. بصوا كسرت ايه؟ كسرت ال ليه كسرت ال يا مس نسمة؟ علشان الاي عندي هي الكسره بتشد الحرف الاولاني لتحت في النطق، فعشان كده قلت ليمون. ليمون يعني ايه يا حلوين من اسمها؟ يعني ليمونه. برافو عليكم. طيب مين يقول لي كلمه كمان اولها حرف ال اللي هو الساوند بتاعه لا. دوروا كده معايا على كلمه الساوند بتاعها لا. ها برافو. عندي كذا كلمه. ممكن اقول مثلا لايون يعني ايه؟ يعني اسد. بصوا الاسد بتاعي فظيع. لايون يعني ايه؟ يعني اسد. تمام؟ لا ده حرف ال لاي جاي بعدها ايه؟ اي. قلنا الاي لها نطقين. اي لما حد يضربني كده على ايدي اقول ايه؟ اقول اي لها نطقين اللي هي اي. وممكن تيجي برضو بصورة الكسرة يبقى نطقها اي زي حرف الاي في بعض الكلمات، بس الاي بتاعتها بتبقى طويلة شوية عن الاي الغلبانة دي. تمام كده؟ يا رب يكون الشرح واضح لحد دلوقتي ويكون مفهوم. تحبوا ننتقل لحرف تاني ولا نكمل ولا كفاية كده النهاردة؟ تمام يلا بينا نكمل. اللتر اللي بعده او الحرف اللي بعده هو نوت حرف ال ام. حرف ايه ده؟ حرف الام. حرف الام شكله عامل ازاي؟ كابيتال. اطلع انزل. برافو. طب الام سمول ادي واحد وليه رجلين. طبعا انا لو دي متسطره عندي سطرين كنا هنرسم رسمه الحرف جوه السطر كويس. اهم حاجه تعلمي ابنك الكتابه يبقى عارف الكابيتال بيتكتب ازاي ورسمته جوه السطرين ازاي او بره السطرين ازاي، واللي نازل ازاي واللي طالع ازاي بين السطرين. ما يكتبش اي حاجه كده وخلاص علشان كل ده هيفرق معاه ان شاء الله. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر يا جماعه. اللي هتعلموه له من دلوقتي هيفضل بيه لحد ما يوصل، لحد طول حياته مش لحد ما يوصل حاجه. تمام؟ نطق حرف الام برضو ما نطق حرف الام نطق حرف الام. برافو عليكم. نطق حرف الام نطق حرف الام ايه؟ ما. تعالوا كده نجيب كلمه فيها حرف الام والساوند بتاعه او الصوت بتاعه زي كلمه ايه؟ مون. برافو. مون. ده حرف الام. ده حرف الام. انا ما بمقمقش، لا انا بنطق لك الساوند بتاع الحرف. ده حرف الام. مون يعني ايه يا شطار؟ ممتاز. مون يعني قمر شبهكو كده، قمر جميل شبهكو اسمه مون. اسمه ايه؟ مون. برافو. مين يقول لي كمان كلمه اولها حرف الام؟ قولي يا ساندي. مش عارفه؟ قولي اي كلمه اولها حرف الام. ايه؟ لا ده ضمير. انا عايزه كلمه. انت كنتي بتقولي دلوقتي. طب علي صوتك. ماب. برافو. ساندي قالت لي كلمه ماب. برافو عليك يا ساندي. ساندي جابت لي كلمه فيها حرفين خدنا نطقهم. بصوا كده الاي مع الام ننطقهم الاثنين مع بعض. ما. افتح بقك علشان في حرف الايه. ما. تعالوا نكمل الكلمه مع بعض. بقت ماب يعني ايه؟ يعني خريطه. انا هرسم لكم خريطه مصر، معلش انا مش بتاعه دراسات. بس هي كده ماشي حالها باين ان هي خريطه. تعالى اقرب لكم الشاشه شويه. تمام؟ هو ده الساوند بتاع حرف الام. يبقى the sound of letter m ما. the sound of letter m ما. تمام. تعالوا ننتقل للحرف اللي بعده وهو الحرف ده عزيز شويه على قلبي لان هو حرفي. فنطق حرف ال
برافو، حرف الان. حرف ايه؟ الان. نطق حرف الان او الساوند بتاع حرف الام او الصوت بتاع حرف الان او الدلع بتاع حرف الان برضو من اسمه ن ن ن ن. سامعين الساوند بتاعه ايه؟ ن ن. ممتاز. مين يجيب لي كلمه اولها ن؟ ها، اولها ان. ها، قولي يا سندي. نو. سندي قالت نو. نو. اكتر كلمه الاطفال عارفينها نو. ن ن ن ن. حرف الان. نو. نو يعني ايه؟ يعني لا. بتيجي على طول في النفي، وانا هقول لكم النو دي وحشه على فكره، هقول لكم بعدين هي وحشه ليه وبتعمل ايه. تمام؟ يبقى حرف الان بصوا هنا ن ن ن. تمام؟ يبقى حرف الان الساوند بتاعه الصوت بتاعه ن. الصوت بتاعه ايه؟ ن. طب مين يجيب لي كمان كلمه؟ ممكن اقول مثلا نوز. نوز. نوز يعني ايه؟ يعني انف. ايه المناخير الكبيره اللي انا عملتها دي؟ نوز يعني انف. انف. نوز يعني انف. تمام؟ انف اللي هي المناخير يعني. تمام؟ يبقى الساوند بتاع حرف الان ايه هنا؟ ن ن ن ن ن. زي لما قلنا ايه؟ زي ما قلنا نو ن نو. نوز نوز نوز. يبقى حرف الان الساوند بتاعه ن ن. تمام. هاجي بقى لأحلى حرف وأمتع حرف أنا بحبه جدا، هو نطق حرف أسهل حرف في حروف اللغة الإنجليزية، حرف الأو. تعالى كده جرب قول أو وسيب الحرف على بقك شوية. قول كده أو. ها، خلي الحرف على بقك. أو، خليك ضم شفايفك. حرف الأو أنا بقي بيكتبه، بقي بيكتبه. يعني أنا لما أقول أو هبص على شفايفي ألاقيها عاملة حرف الأو. يبقى حرف الأو سهل جدا يا أولاد. النطق بتاعه إيه يا ميس؟ أوه. على طول كده هتلاقيه دايما ضمة، هتلاقيه دايما الضمة بتاعت الكلمة. ده لو جه في النص، لو جه في نص الكلمة زي ما هنشوف دلوقتي. طب لو جه في الأول يا ميس بيتنطق أو عادي جدا. بيتنطق إيه؟ أو عادي جدا. زي لما أقول إيه؟ أورانج. أورانج برتقالي أو برتقانة. ايه؟ اوتوبوس. او اكتوبوس. ساندي بتقول اكتوبوس اللي هو الاخطبوط. تمام؟ بصوا هنا جه في الاول اورانج. اورانج. في ناس بتقول اورنج. تمام؟ فال او اللي يهمني هنا هو نطق حرف الاو دلوقتي. اورانج. اورانج. تمام؟ يبقى نطق حرف الاو هنا لما بيجي في الاول بيتنطق او عادي جدا. طب لو جالي في نص الكلمه زي كلمه نوز اللي انا لسه كاتباها دي، بصوا كده نو. بص عملت ايه؟ بقي كتبه وانا لسه بكتبه او لسه بنطقه بلاقي بقي كتبه زي كلمه نوز. طب تمام. زي ايه تاني؟ زي كلمه مون. بص كده مو. ضميت بقي طالما اتضم وعملت زي كأن في مد بالواو كده يبقى ده حرف الاو. يبقى ده ايه؟ حرف الاو. في كلمات كتير جدا بتحتوي على حرف الاو جواها، وكمان يعني ممكن نلاقي من الكلمات اللي احنا كتبناها هنا لايو، لايون، لايون، ليمو، ليمو، ليمو. بصوا هنا اهو ضميت بقي. طالما بقي الضم يا جماعه الحرف ده سهل جدا الاطفال تعرفوا، يعني هو الحمد لله من الحروف السهله اللي الاطفال ممكن يعرفوها. يبقى اول ما اضم بقي او يبقى بقي عامل زي الضمه كده بتاعت العربي على طول يبقى انا بتكلم عن حرف الاو. تمام؟ هيبقى كده فاضل لي تقريبا بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد حوالي 11 حرف. ان شاء الله باذن الله اشرحه لكم في فيديوهات تانية. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عليه وشير اللي هو مشاركه للفيديو وسبسكرايب لو انت بتتفرج عليا لاول مره. كانت معكم ميس نسمه بس مش في المطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.